السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام زياد ومطبخ جودي الفرفوشة، ازيكم عاملين ايه؟ رايحة فين يا جودي؟ جودي رايحة السوق النهاردة. رايحين السوق، بس النهاردة رايحين سوق كبير شوية بعيد عننا، راكبين له مواصلة، وده عربية السوق بتاعتنا ومحدش يتريق علشان دي بقالها سنين. وأول حاجة قبل ما نخش السوق أهو هنخش الفرن ده عشان هنجيب بقسماط. يلا. ليه يا حاج؟ ما انت زي العسل اهو. الله يعينك ويقويك ويقويك على وقفه الفرن من احلى الفران يا جماعه الخير. والله العظيم انت ست بتفهم. الله يخليكي. محترمه ان شاء الله تسلمي يا رب. عايزه واحده كحكه سكر وقرفه، وواحده كحكه عجوه. الفرن ده يا جماعه من الافران اللي انا بحبها قوي، وبحب اجيب منها، واحب اجيب منها حاجات طريه لانه بيشتغل على قديم ومش بالكهرباء. بصوا اهو فرن اهو، بصوا انا موصله لكم لحد اخر حاجه اللي هو على قديمه، الحر والصهد وتسلم ايدك يا حاج. ربنا يعينك، ربنا يخليكم ويعينكم ويقويكم يا رب العالمين يا رب. بصوا ده بقسماط بيبقى طري، ثواني اهو، مش زي بتاع الفران العاديه، ده بيبقى طري. ده احنا بنجيبه وعيالي بيحبوه قوي. لما باجي هنا السوق هنا بجيب منهم، ما شاء الله حاجتهم حلوه قوي ونظيفه. ايوه معلش يا ام خالد، احنا عاوزين نعرف اسعار البقسماط الطري بتاعك اللي هو اللي في السجان ده، واسعار القرص. وعندك انا عارفه ان انت بتعملي قراقيش عجوه وساده وعجوه وملبن، ممكن تقولي لي الاسعار ايه؟ القراقيش العجوه ب 80 والصوابع الطريه. بصوا يا ولاد، في هنا المدور ده، والصوابع الناشفه مسمسم ب 60 بس هي خلصانه. ايوه. وعندي الجبنه برضو خلصانه. ايوه ما شاء الله. والباتيه 60. والباتيه كيلو ب 60. على فكره الاسعار ديت ب 5 جنيه. ايوه القرصه. بص دي فطار الغلابه يا ولاد، اي قرصه عجوه او سكر ب 5 جنيه. ايوه ساده ب 5 جنيه عندك ب 2.5 اهو. بصوا ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا عندنا في اول السوق اهو، اول ما تخش السوق على طول هتلاقيها جنب منك هنا على طول اهي. ما شاء الله لا قوه الا بالله. بقى احنا جبنا الحاجات الطريه معانا، واحنا لسه في اول السوق ما اشتريناش حاجه، فمش هينفع نحطها في الشنطه. انا هفضل طول ما انا ماشيه ماسكاها، وجودي شاده الشنطه بتاعتنا فاضيه، وادعوا لنا يلا ونشوف هنجيب ايه. دخلنا السوق اهو بالصلاه على محمد. يعني السوق مش مليان قوي بس حلو، الدنيا حر قوي يا جماعه الخير. كل ما لذة وطاب. ده اكبر سوق اسمه سوق السمك عندنا هنا في المحله. يعني انا لما بكون محتاجه اجيب حاجات كتير بنزل اجيب من هنا. اي حاجه بقى انتوا عاوزينها هتلاقوها يمين شمال. بتاع الفاكهه ده انا بشتري من عنده، بس انا مش عايزه فاكهه، انا طالعه من العيد بصراحه، بيني وبينكم ميزانيه مخرفه خالص، فايه انا مش هشتري فاكهه، بس هنكمل. بتاع الفاكهه اللي انا على طول بجيب منه يا جماعه الخير. يلا الصلاة على النبي، بسم الله ما شاء الله. لا عليك لا تطلع يا عم. اهو حمر وحلاوه يا ولاد. الحاج محمد القته يا ولاد نزلت. احنا هنا في الجزء بتاع اللبن بقى. القته نزلت، هنشتري قت ان شاء الله. وهنا ده الجزء بتاع الجبنه واللبن والقشطه والحاجات دي كلها، بس انا عندي. بصوا بقى، انا هنا بجيب من السرجه دي على طول، بجيب على طول منها طحينه وزيت حار وعسل اسمر وكل حاجه وعسل ابيض اهو. بصوا، فانا عشان عندي من باقي العيد فجبت حاجات بسيطه، جبت طحينه بيضه وجبت عسل اسمر على طحينه حمرا، تمام؟ دي ب 10 جنيه ودي ب 10 جنيه، بس سخنه قوي ما شاء الله لا قوه الا بالله. هكمل معاكم السوق، استنوا. السرجه بتاعتنا قعدت، واحنا هنا جنب السرجه بتاعتي اهو. بصوا دي اسمها سرجه الكوش، عندنا برضو في قلب السوق، سوق السمك الكبير. والله ما شاء الله بجيب منها بقالي سنين طحينه حمراء وطحينه بيضه وفي زيت ما شاء الله وعسل ابيض وعسل اسمر. وجبنا الحاجه بتاعتنا زي ما انتم شايفينها ما شاء الله. بصوا انتوا لو دخلتوا من اول ما انا ما صورت الفيديو من عندي سوق الجمله، هتمشوا طوالي هتلاقوا كل الاماكن دي، وانت من دخلتك على ايدك اليمين على طول هنا في السرجه هنا. وهنكمل معاكم السوق اهو ماشي. والانسه بتاعتي قعدت من الحر، ويلا قومي عشان نكمل. المانجا طلعت اهي بالصلاه على محمد. يا مانجا يا مانجا،
صدقوا بقى ان احنا ما جبناش فاكهه. تعالوا نسال المانجا بكام يا قمر؟ المانجا بكام؟ ب40. يا صلاه النبي، اللهم صل على النبي. هنجيب مانجا يا ولاد ما شاء الله يا جماعه الخير. وده برضو الناس دي بتبيع شباشب دي جديده عشان بس هو بيبقى فارش كده بس يوم الثلاث والجمعه بس. فاحنا هنقف عايزين نجيب شبشب سبوري، عايزين نجيب شبشب رجالي. هنا ده صف الرجالي، الصف ده كله، وهناك كده حريم. بصوا يا ولاد احنا جبنا الشبشب ده عامل كام؟ 50. والنبي والشباشب غليت يا ولاد. ماشي هاخده. هاتوا. عندك منه الوان؟ رصاصي؟ لا 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 خلاص خليك في الاسود. بصوا بقى الست الجميله اللي قاعده هناك على الارض فرشه دي انا بجيب من عندها. بصوا اما باجي هنا بحبها قوي وبحب اشتري من عندها المكرونات والبقوليات، والله حاجتها نظيفه جدا. السلام عليكم. بصي بقى يا ست الكل، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، اللهم صل على النبي. بصي يا جودي، بصي يا جودي احنا هنجيب مكرونه من اللي هي بصي يا جودي احنا هنجيب مكرونه من دي ماشي. دي بقى انا بحب الصغيره ديت في المكرونه البشاميل. بكام المكرونه ياما؟ المكرونه عندها ب 22 تمام اهي. اي نوع مكرونه عندها ب 22. هاتي لي كيلو من ده، كيلو من الاقلام دي تمام. ومن الملويه ديت هاتي لي نص. وهنجيب شعريه بالصلاه على محمد، بالصلاه على محمد. انا خدت كمان نص كيلو فاصوليا اهو. وهناخد هاتي لي ذره فشار. ذره فشار بكام؟ الربع ب4. هاتي ربع. هنجيب ذره فشار، ساعات بنبقى سهرانين الدنيا حر نطرقع لهم شويه فشار ونعمل لهم بنكهات كتير كده. دي الحاجه اللي احنا جبناها اهي. قول 40 و30 ماشي. يبقى كام؟ 70. ماشي. قول 15 ماشي. يبقى 70 و15 85. وصلنا عند الطماطم يا ولاد. بصوا دي ب10 ودي الاتنين ب25. احنا هناخد من هنا تمام. هدبق واجي لكم تاني. جودي عاوزه ايه؟ عايزه عمو بتاع العرقسوس. بتيجي هنا تشوف الراجل الجدع ده اهو، ساعه ما تشوفه هتلاقي عرقسوس. تحب العرقسوس بتاعه قوي. احلى كيس عشان جودي. واحد كمان ليا بقى، مالكش بركه الا انا. انا اخد كيس كمان ليا اهو، والكيس بتاع جودي معاها اهي ب1000 هنا وشف. حاجته جميله قوي يا اولاد، الا عرقسوس الناس الحلوه دي يا خراشي. كده احنا وصلناها، قعدناها في حته ظل تشرب العرقسوس ونقعدها جنب الشنطه بتاعتنا. واكيد ما دام انا جيت والجو اتاخر هخش حلقه السمك، هجيب سمك من عند الست منادى دي وهنشويه كمان عشان يبقى الغدا كمان كده خلص. جيت عند يعني احلى مكان سمك انا بجيب منه من سنين من عندي، والله العظيم من عند الست الطيبه ده. بجيب من عندها كل حاجه واشوي من عندها كل، ولما الفلوس بتاثر تقول لي روحي يا ابو زياد. حبيبتي قولي لي اسعار السمك عندك ايه؟ 75 الصلاة على النبي. بصوا يا جماعة وطازة، الصلاة على النبي. بصوا ما شاء الله، مقاسات بقى وزي ما تحب كده، وفي وسط. كيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 بالصلاة على محمد، اللهم صل على النبي. والبوري بكام يا منى؟ بوري ب 140 ولا ب 130؟ 100 هي ب 130 يا ولاد. ام ندى ديت في اول الحلقة، اول ما تخشي من الحلقة هي اول واحدة على طول. حاجتها حلوة قوي. اهي حاجتها حلوه قوي. وبشوي برضو عندها هنا اهو. هجيب السمك واديه لعبد الرازق هنا اهو. حاجه الناس اللي بيشوا هجيبه هنا وهو اللي هيظبط لي السمك. فاحنا هنجيب سمك بولتي اهو. ماشي هاتي الكفه يا منى. بصوا يا اولاد انا وصلت عند الملوخيه. شفت الملوخيه وجمالها يا صلاه النبي. والبامي وكوس ورق عنب وورق عنب. ورق العنب ولا لا والنبي ده انا جبته وعملته كذا مره. الا ورق العنب يا يا صلاه النبي. والباميه سواكات. يلا هات لنا باميه. تمام
وممكن نفكر نجيب ملوخيه. تمام وهنكمل. ايوه لسه يا اولاد اتكلموا يا اولاد. اهو خدنا كيلو الباميه. انا باخدها كبيره على صغير عشان ما حدش يقول لي دي جايباها كبيره كده ليه. بقول لهم انا باخدها كبيره على صغيره. ايوه هنقمعها بقى يا اولاد، استنوا صولوا بالكم يا اولاد علشان تعرفوا هتشوفوها. جبنا ملوخيه وجبنا باميه. حلو كفايه. الواحد في الصيف اساسا ما بياكلش طبيخ كتير، بس كفايه ايه الباميه والملوخيه. جينا عند البطاطس يا اولاد. هنجيب بطاطس ونجيب بتنجان اسمر هناك اهو عشان نعمله مع السمك. هنجيب واوريكم. كده جبنا البتنجان الاسمر اهو هنوديه الشوايه مع السمك، وجبنا بطاطس اهي بالصلاه على النبي زي العسل. نكمل بقى يا اولاد. انا عارفه ان الفيديو طول بس بحاول اصور لكم كل حاجه. ده تكمله سوق السمك بقى لجوه. انا هخش هنا الناحيه دي لسوق الليمون عشان عايزين نجيب ليمون يا اولاد. انا المانجا واكله دماغ. بصوا هنا سمك ومانجا وفاكهه. بكم المانجا؟ ب 25 وب 60. والعنب؟ كيلو وربع وكيلو وربع. العنب ب 40 بس شكله ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنا دخلنا ده فرش بقى ادوات منزليه ما شاء الله ومخللات بقى. هنجيب ليمون بس انا هنا عايزه اجيب سلك. على فكره انا جبت في الكيس الاسمر ده مانجا، وهقول لكم انا جبت مانجا ليه رغم ان ما كانش في دماغي اجيب فاكهه، بس هقول لكم ليه في الاخر. بصوا انا جيت هنا عند فرش منظفات. يعني بصوا والله انا بتكلم معاكم بكل صراحه. يعني انا برضو عندي حاجات من العيد بس هكمل. هجيب صابون غسيل، هجيب صابون اللي هو بريحه ده، وهجيب من هنا سلك اهو للمواعين، وهشتري من عنده شويه حاجات تمام للغسيل عشان عندنا غسيل بكره ان شاء الله. ونكمل. نجيب الليمون من هنا اهو. احنا بقى في سوق الليمون. هنجيب ليمون. بكم الليمون؟ لا بصور الليمون. النص ب 15 هنا يا ولاد وب 10 اهو. تمام. وعنده شطه ورا هناك اهي عسليه بالسلامه. والبياعه اهو واللي ورا ده بكام؟ النص ب 15. هنرجع ناخد من الحلو اللي ورا ده يا ولاد اهو. الليمون في البيت ده بقى اعملي عصير، خللي، اعملي اللي انت عاوزاه. هجيب هدبق وارجع لكم. بقى بصوا ادوات منزليه ادوات منزليه ادوات منزليه. وهنا في مكتبات. المفروض بصوا بقى المفروض ان انا شاريه المانجا علشان اجي الفرش ده اهو بيعمل كنافه وقطايف وكده، بس طلعوا قافلين اهو قافلين لسه معيده. فبما كنت عايزه اعمل كنافه بالمانجا وكده، وده زرع على فكره بيتباع عادي ماشي. فانا هضطر ان انا اكل المانجا من غير كنافه يا جماعه. هناكلها حاف بقى خلاص مش هناكل كنافه. هنكمل عشان هنجيب مخلل من قدام. وهنا في ملابس ومفروشات ودي حافظات للارض، ودي دفات للسراير وملابس اطفال واولادي وحريمي. بصوا ده برضو جوه السوق. بصوا انا عارفه ان الفيديو معايا مطول، بس انا بحاول اوريكم. طبعا وهتقولوا لي في حاجات كتير انت ما اشتريتيهاش لان احنا طالعين من العيد، وعندي انا بكمل تكمله لحاجات للبيت عندي ناقصه، انما الحمد لله انا عندي كل حاجه. فرش المخلل ده اهو صورت لكم من عنده كذا مره. هنجيب من عندي كل مخلل حلو كده لان انا مش انا اللي هاكل منه اهو. هنجيب كيلو مخلل مشكل بقى ونجيب ونرجع عشان جودي سايبينها قاعده لوحدها لان احنا قربنا نختم الفيديو بتاعنا. ويا ريت كل اللي يشوف الفيديو بتاعي ما ينساش يقول لي هو متابعني منين والفيديو عجبه ولا لا. احنا لو كملنا طولي بقى كده هنخش عند الكوتشيات بقى والشباشب والشنط والحاجات، بس احنا هنرجع ماشي. والتوابل برضو في توابل وكده، بس انا بوريكم بس من هنا اهو. تمام. هنحاسب على المخلل بتاعنا وهنرجع. تمام. جبنا المخلل اهو. جبنا المخلل كده ختمها مسك. نروح للسمك عشان نجيبه ونروح بقى. وجبنا السمك بتاعنا اهو باسم زياد. وجبنا مش ابني الكبير. والبتنجان شويناه. وجبنا وجبنا الجرجير اهوت وخلصنا. والطاقيه عشان هي قعدت وازازه الميه. وخلصنا السوق بتاعنا وجبنا الغدا بتاعنا. وجودي خلاص فرهدت مننا من الحر واحنا كمان تعبنا. قولوا لهم لو عجبكم الفيديو قولوا لهم لو عجبكم الفيديو اعملوا لك لايك. لو عجبكم الفيديو ايه
اعملوا لايك، واشوفكم على خير. ما تنسوناش بدعوه حلوه منكم كده، ولو عاوزين اي حاجه اكتبوا لي في قلب الكومنتات عشان تشوفوا ايه تاني في المحل.